هو علشان ابن اخت عادل امام فيقول اللي هو عايزه؟ دي كانت تعليقات الناس على تصريح الفنان ابن اخت الزعيم عادل امام عمر متولي، اللي صرح وقال انه شايف الفنان الراحل شكري سرحان مش موهوب، وانه نال شهرة اكبر بكتير بسبب وسامته مش موهبته. انا كان اجابتي للسؤال ده شكري سرحان شكله حلو بس في حته في الموهبه لسه مش. الكلام عمل جدل كبير على السوشيال ميديا، خصوصا ان شكري سرحان مش مجرد فنان عادي، ده كان رمز الاعظم اجيال السينما المصريه في عصرها. ومش بس كده، شكري سرحان كبار النقاد والجماهير سموه مارلون براندو العرب، يعني الراجل ده كان ترند زمنه قبل ما كلمه ترند نفسها تطلع. عيله شكري سرحان هجمت عمر واعلنوا تقديم شكوى رسميه لنقابه المهن السينمائيه. اما الوسط الفني والنخب والجماهير فدول انقسموا، في اللي شاف ان كلامه تجاوز لا يليق. مش محتاج ان انا اتكلم عن شكري سرحان، قامه كبيره وطبعا فنان له تاريخه، ده شرف للبلد، فانا ما اقدرش ابدا اضرب او اقلل من قيمه قامه. وفي اللي اعتبروه حريه راي وكل واحد يشوف اللي يناسبه ذوقه الفني. فيا ترى انتوا كمان شايفين الموضوع ازاي؟